ازاي تعمل تشكيله قويه بعد ما تشتري فيها صلاح وهالاند وبالمر؟ وطبعا زمانك بتقول يا عم انت بتهزر، صلاح وهالاند وبالمر في تشكيله واحده وهتكون قويه؟ طب ازاي؟ ده بقى اللي اعرفه لك في فيديو النهارده. فاللايك الجميل بتاعك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتش، ويلا بينا. هنبدا التشكيله بحراسه المرمى طبعا، والحارس اللي معانا هو ديفيد رايا حارس فريق ارسنال. ديفيد رايا الموسم اللي فات كان افضل حارس في الدوري الانجليزي، وكمان كان قدر انه يفوز بجائزه القفاز الذهبي كاكتر حارس عمل كلين شيت في بطوله الدوري. ديفيد رايا لعب مع ارسنال الموسم اللي فات 32 مباراه، وكان قدر انه يطلع منهم ب 16 مباراه بشباك نظيفه، وكان جاب 135 نقطه كلاعب في لعبه فانتازي الدوري الانجليزي، وده رقم ممتاز جدا بالنسبه لحارس مرمى. نطلع لخط الدفاع، وما دام جبنا سيره ارسنال يبقى لازم نجيب مدافع، وهو طبعا ويليام صليبا مدافع فريق ارسنال. صليبا الموسم اللي فات كان لاعب 38 مباراه مع ارسنال، وكان قدر انه يجيب 164 نقطه كلاعب في لعبه فانتازي الدوري الانجليزي، وده رقم كبير جدا وكويس جدا بالنسبه للاعب بيلعب في خط الدفاع. نروح لتاني مدافع معانا وهو اندرسن مدافع فريق كريستال بالاس. اندرسن الموسم اللي فات كان لعب مع كريستال بالاس 38 مباراه، وكان قدر انه يجيب 121 نقطه كلاعب في لعبه فانتازي الدوري الانجليزي، وده عدد نقط كويس جدا بالنسبه لمدافع، وكمان ما بيلعبش يعني في التوب 6 في الدوري الانجليزي، وكمان يعني سعره كويس جدا يا جماعه، سعره 4.5 مليون بس. ثالث مدافع معانا هو فيتالي ميكولينكو مدافع فريق ايفرتون. ميكولينكو الموسم اللي فات كان لعب مع ايفرتون 28 ماتش، وكان قدر انه يجيب 101 نقطه مع الفريق في لعبه فانتازي الدوري الانجليزي، وده رقم كويس جدا بالنسبه لمدافع كان بيلعب مع فريق الموسم اللي فات كان بيصارع على الهبوط، وسعره يا جماعه كويس جدا الصراحه، يعني على النقط اللي كان جابها الموسم اللي فات سعره 4 مليون ونص بس. واخر مدافع معانا هو كونسا مدافع فريق استون فيلا. كونسا الموسم اللي فات كان لاعب 35 مباراه مع استون فيلا، وكان جاب 91 نقطه كلاعب في لعبه فانتازي الدوري الانجليزي، وبصراحه بشوف ان ده رقم مناسب جدا لسعره اللي هو 4.5 مليون. نطلع بقى لنص الملعب والنقط اللي بجد، واول لعيب معانا في نص الملعب هو محمد صلاح من ليفربول. وطبعا بجد يا جماعه ما ينفعش تكون بتلعب لعبه فانتازي الدوري الانجليزي من غير ما تجيب محمد صلاح. محمد صلاح كل موسم بيكون من اكتر اللعيبه اللي جابت نقط في الفانتازي. صلاح الموسم اللي فات كان لعب 28 ماتش مع ليفربول، وكان قدر انه يسجل 18 هدف ويصنع 12 هدف كمان، وكان جاب 211 نقطه كلاعب في لعبه فانتازي الدوري الانجليزي. وبجد ما ينفعش ما تجيبش محمد صلاح، مش عشان ابن بلدي ولا الكلام ده، عشان هو كده كده هيفيدك في التشكيله. تاني لعيب معانا هو كان بابا الفانتازي الموسم اللي فات، وهو كول بالمر من تشيلسي. بالمر الموسم اللي فات كان اكتر لعيب حقق نقط في لعبه فانتازي الدوري الانجليزي ب 244 نقطه. بالمر الموسم اللي فات كان لعب 29 ماتش مع تشيلسي، وكان قدر انه يسجل 22 هدف ويصنع قدامهم 13 هدف، ويعني نسبه ملكيته الموسم ده يعني خير دليل على اللي عمله الموسم اللي فات، وهي 48% لحد دلوقتي. وتالت لعيب معانا هو انطونيو جوردون من نيوكاسل. جوردون الموسم اللي فات كان لعب 34 مباراه مع نيوكاسل، وكان قدر انه يسجل 11 هدف ويصنع قدامهم 16 هدف، وكمان كان جاب 183 نقطه كلاعب في لعبه فانتازي الدوري الانجليزي. وبشوف يعني ان سعره كمان قليل جدا على اللي عمله الموسم اللي فات الصراحه، سعره 7 مليون ونص، ونسبه ملكيته لحد دلوقتي واصله ل 34%. ونروح لاخر لاعب معانا في نص الملعب وهو إيلانجا من نوتنجهام فورست. إيلانجا الموسم اللي فات كان لعب مع نوتنجهام 25 مباراه، وكان قدر انه يصنع 9 اهداف ويسجل 5، وكان جاب 119 نقطه كلاعب في لعبه فانتازي الدوري الانجليزي. وبصراحه بشوف ان ارقامه كويسه جدا مقابل سعره 5 مليون ونص، وكمان نسبه ملكيته يا جماعه قليله جدا 3% بس. ونروح لخط الهجوم، واول مهاجم معانا هو ايرلينج هالاند هداف الدوري الانجليزي اخر موسمين. هالاند الموسم اللي فات لعب 29 مباراه مع مانشستر سيتي، وكان سجل 27 هدف وصنع قدامهم 8 اهداف، وكان جاب 217 نقطه كلاعب في لعبه فانتازي الدوري الانجليزي. هالاند يعني سعره ضارب في السما السنه دي 15 مليون، لكن يعني هالاند من ضمن اللعيبه اللي مش هتخذلك في لعبه فانتازي الدوري الانجليزي، ونسبه ملكيته واصله لحد دلوقتي ل 41%. تاني مهاجم معانا هو جيمي فاردي من ليستر سيتي. جيمي فاردي الموسم اللي فات كان بيلعب مع ليستر سيتي في بطوله الشامبيونشيب اللي تاهلوا منها لبطوله الدوري الانجليزي الموسم ده، وكان سجل 18 هدف، وكان هو هداف الفريق في البطوله، وكمان سعره يا جماعه في الفانتازي الموسم ده 5 مليون ونص، وسعره كويس جدا. وبشوف صراحه ان جيمي فاردي من اللعيبه اللي انت ينفع انك تراهن عليها، ونسبه ملكيته واصله لحد دلوقتي بس 6%. ودي كانت اكتر تشكيله ينفع تجيب فيها صلاح وهالاند وبالمر الثلاثه سوا في تشكيله واحده، وفي نفس الوقت التشكيله تكون متوازنه، وينفع اللعيبه اللي حوالين الثلاثه دول يجيبوا لك نقط ويساعدوك، وتكون الدنيا ماشيه معاك كويس جدا في الفانتازي.
اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.